ازيكم يا احلى جروب مرمر؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل الفراخ المشويه في الفرن. انت كلتي فراخ كتير بس ما كلتهاش بوصفه مرمر. يلا بينا نبتدي. المحلول للنقع. هجيب بوله فيها ميه، معلقتين خل، معلقتين ليمون، معلقه سكر، معلقه ملح، ورق لورو، حبهان، فلفل اسود حب. هدوب كل اللي معايا. هنزل بيهم بالفراخ بعد ما اغسلها كويس جدا. اسيب الفراخ في محلول النقع ساعتين. بعد ما اسيب الفراخ في محلول النقع، احضر الخلطة اللي هتبل بيها الفراخ. هجيب الكبة فيها بصلة، حبة طماطم، قرن فلفل حامي، توم، معلقة صلصة، نص معلقة بابريكا، نص معلقة كزبرة، نص معلقة فلفل اسود، معلقة توابل فراخ، معلقتين ليمون، معلقتين عسل، معلقتين دبس رمان، معلقتين زيت، معلقة زبادي علشان تخلي اللحمة طرية. دي التوابل اللي انا استخدمتها، وده دبس الرمان. هضرب كل المكونات في الكبة كويس جدا. هتبل الفراخ من جوه وتحت الجلد. هتبلها كويس جدا. بعد ما تبلها كويس جدا ممكن اسيبها ساعتين او اكتر. ممكن تبيتيها ليلة كاملة لو ما عندكش وقت تقدري تشتغل على طول فيها. بعد ما الفراخ بتاعتي تتبل، اجيب الستاند بتاع الفراخ. لو ما عنديش ستاند ممكن تحطيها على شبكة في الفرن، او تجيبي مج حراري تحطيها عليه، او ازازة. انا عندي الستاند فاستخدمت الستاند. بعد ما احطها على الستاند هدخلها على درجة حرارة في الفرن 450، وتاخد من ساعة وربع لساعة ونص على حسب حجم الفرخة. بعد ما هتستوي شوفي جمالها، هتاكلي اطعم والذ فراخ. شوفي لونها. الف هنا وصحة. وان عجبك الفيديو تعملي لي لايك، تعملي لي شير. شايفه الفراخ بتاعتنا حلوه ازاي؟ كفايه ان انت عاملاها في البيت، ان انت غسلاها ومنضفاها